سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس مهنيات. انا في نعمه والحمد لله. نبدا لا فيديو تاعي بالصلاه والسلام على حبيب الله محمد عليه افضل الصلوات والسلام. كما راكم تشوفوا هنا البنات، نض الصباح حبيت نطيب قهيوه. اونفا انا ما نشربش قهوه توجور صباح. ما ولفتهاش بزاف من داك، نحب نشم ريحتها وكامل اللي نطيبها. نحب من داك ناكل واسمو واش يعيطولها التشينا كل خطره كيفاش من داك كل خطره واش يعني الحاجه اللي تكون مندارين، سيرتو الوقت اللي رانا فيه دوكا في الشتاء وكامل كاين تشينا والمندارين، نحب نبدا بهم لا جورني. هاي لك. بون اليوم كي كان كرواسون اي تو حبيت نطيب القهيوه هديه اللي بدينا بها الصبيحه تاعنا. المهم حبيباتي، توحشتكم بزاف كيما العاده. ما ننساش نشكركم على التعاليق الايجابيه، والله فرحتوني بزاف بالتعاليق تاعكم تاع الخطره اللي فاتت. قد ما نشكركم قد ما يعني واش نهدر قليل. فريمون قصتوني بزاف. شاك فوا نشوف تعليق اللي يحفزني اللي يكون ايجابي وفرحني، هكذاك نحب النوض نزيد نحط لكم دي فيديو واحد اخرين وعلى لا. على كل حال باسكو كاين ناس عباك فريمون ربي يهديهم يحطوا لك تعاليق سلبيه ما فهمتش وعلاه. كاين اللي يشوف غير الحاجه العيانه، يعني يحب يحط تعليق سلبي. وقت ما يشوفش الحاجه الايجابيه يشوف غير الحاجه السلبيه فيك. هذا واش يشوف شغل الكاس كي يكون ماشي معمر بزاف، يكون معمر غير شويه. واش كي تقولي له اسكو راه معمر تقول لك ماشي معمر هذاك الكاس، ولا هي شافت غير الجهه الفارغه. هاد الناس هادو سلبيين يعني. والحاجه اللي فرحتني فريمون يعني كيما لا دانيير فوا حطوا لي واحد التعليق سلبي تاع وحده، يعني اونفا ما على باليش انايا كيفاش شافت لا فيديو هذيك اللي حطيتها. قالت لي هي نحتها على كل حال، نحت هذاك الكومونتير تاعها وحدها فاصاتو، باسكو انا ما نفاصيش لي كومونتير يكونوا سلبيين ولا ما نفاصيهمش، خليهم هكذاك. ليسونسيال وشنو ما عجبتهاش لا فيديو اللي حطيتها. قالت لي المحتوى هذاك فارغ ما عجبهاش، قالت لك ما في حتى فايده. دونك بك يعني جاو معايا مشتركات بزاف اللي هما اللي رجعوا لها، انا ما رجعت لهاش على كل حال. طبيعي ما نرجعش على كل حال، أنا كي نشوف تعليق سلبي ما نرجعش. رجعوا لها واحد المشتركات يعني ما شاء الله. أما كل وحده واش تقولها، وحده تقولها شوفي القناه تاعها، لي فيديو تاعها اللي فاتوا، وحده تقولها شوف من قبل ما تحكمي، يعني قبل ما تحكمي عليها وتهضري هكذايا تاكدي وشوفي يعني لي فيديو كاع اللي دارتهم. كاين اللي تقولها انت غيوره، كاين اللي تقولها فريمون على بالك فريمون قصتوني تاع الصح. هي تالمو متبهدله هذيك. نحات لا فيديو هذيك عاودت مسحتها. خاطش شافت حاجه غير سلبيه، دا واش شافت ما باليش واش شافت. فاصون انا الفيديو هذاك عادي اللي درتو، بصح ماشي انا واش شحرت هنايا. هادوك اللي كانوا يحاموا عليا هاي ليك، يعني عباكم فريمون عندي اخوات فريمون اخوات في الله اللي ما نعرفهمش ميم با، وشوفوا كيفاش يدخلوا ويعني يزيدوا يشجعوني. انا كي نشوف حاجات هكذاك فريمون يعني ما يحبطونيش شغل ما كيفاش يقولوا. حبيت نقول يعني باش ما نوليش للور هاي ليك، باش ما نطيحش، باش يخلوني توجور نكمل نافونسي. هاي ليك وننجح. خاطرش ديروا في حسابكم في هذه الدنيا لا بلوبار النجاح تاعك يكون مراره تاع البعض. كاين ناس ما تحبكش كي تنجحي ولا كي تطلعي، ولا توجور تلقاي واحد يجي يحب شغل يضيقها لك باش انت ياك شغل تكرهي وتعاودي تولي للور. والهدف تاعنا بيان سور في هذه الدنيا هو النجاح. خاطش كاين اللي يشوف النجاح يشوفوه في كسب الاموال، كاين اللي يشوفوه في الشهره في البيوت الفخمه، يعني كل ما هو مادي وزائل. هذا الشخص السطحي الانسان يكون يشوف غير من الفوق. وكاين اللي يشوف النجاح شكون هو انسان ذكي انسان جوهري، يشوف النجاح يشوفها بسيرته الطيبه مع الناس، علاقته مع الله سبحانه وتعالى، علاقه تاعو في العمل، يعني اتقان تاعو تاني في العمل تاعو. والعلاقه تاعو كما قلت لكم مع الناس بعدم يعني ما تظلميهمش، ما تهدميش باغ اكزومبل العلاقات الاسريه والعلاقه الثانيه تاع الصداقه. هذه هي. خاطش الانسان الناجح هو اللي ناجح مع الاسره تاعو مع الاصدقاء تاعو، ناجح مع الجمهور تاعو، هاي ليك مع المشاهدين تاعو. هذاك هو الانسان الناجح.
كما راكم تشوفوا هنا حبيباتي وريت لكم هذا الخطبه هذا كنت شريته غير كيما دو توت فاصون يتباع في كل بلاصه، يعني هايل هايل بالبزاف. يشد لكم نشاف، يعني حاشاكم نشاف تحطوه هكذا. انا بس كان عندي هذا البروبليم هذا، شاك فوا كيكون نسيق يطيح لي دونك بهدايا يعني رحمه ربي ما طاحليش كامل، يعني حلات لي كي كنت نسيق به وكامل. هاي ليك يعني باش حبيت نوريه لكم اللي ما عندهاش ولا تروح تشريه، يعني ثمن تاعو مناسب ماشي غالي. هاي ليك. وكما قلت لكم الانسان الناجح لازم يكون ناجح تانيك مع الاطفال تاعو، يربيهم مليح، يزرع فيهم الاخلاق الحميده وطيبه، باش ما يقعدش نهار القيامه مكسور جناح. هكذاك كما يقولك الانسان القوي هو اللي يقدر يكمل، يعني يكمل وما يوليش للور. وحبيباتي كما قلت لكم الخطوه الاولى للنجاح هو التوكل على الله. ربي سبحانه لازم ما نديروش معاصي ومن بعد نقولوا علاه ما نجحناش. هاي ليك خاطش كاين ناس ما تصليش وكاع ومن بعد ما تنجحش وربي سبحانه ما يبارك لهاش وتقول لك وعلى ما نجحتش. تاني السعي تاني السعي هو السبب، لازم تسببي، لازم نسعاو باش ننجحو. حتى الطيور لو كان ما تدورش وما تحوش على ماكلتها ما تلقاهاش، سيك لازم تسبب. هاي اللي كاين الصبر تاني، الصبر لازم تكون عندك رغبة، ما يكونش عندك تاني الخوف باش ما تفشليش، ما تخليش الناس تحطمك كما بعض هاد الناس هادو اللي يحبوا يحطوا لك التعاليق السلبية. وتاني باش نقول لكم خياتي، كل ما تكوني ناجحة في حياتك ديري حسابك بلي حيكونوا عندك عديان اكثر. على هذيك نقول لكم خطيكم من الناس السلبيين. وباش تنجحي تاني ماشي لازم يكون عندك مستوى من العلم ولا لازم تكوني قارية بزاف، ولا لازم تكون عندك الحكمة. هاي ليك الحكمة وتكوني إنسانة خلوقة. وإذا ما نجحتيش في الدنيا على الأقل تنجحي مع ربي سبحانه، مع الأخلاق تاعك، مع الدين تاعك، وهذاك هو الصح. والإنسان اللي يكرهك جامي يرضى عليك. أختي الناس ما يحبوش واحد شي يقولوا ما يحبوش واحد خير منهم، يحبوا واحد يكون معاهم في نفس المستوى ولا يكون تحتهم. خاطش كاين بعض الناس ما يحبوش واحد خير منهم احسن منهم، ما يحبوش. مجرد ما تكوني انسانه ناجحه يعني ومتميزه راح يقلق بعض الناس. الوغ واش لازم الوحده دير؟ لازم تترفعي، ما تحاوليش تحاربي خاصه الجهال، ردي بالك تحاربي الجهال. اذا خاطبك الجاهلون قولوا سلاما، وجامي تتناقشي معاهم، خليهم هكذاك، خليهم يقولوا واش يحبوا، قولي لهم معليش حبوا يهضروا لك هضره، اذا هدرتي ورجعتي لهم قولي لهم معليش انا هكذاك وخلاص. كاين واحد الحكايه حبيت نحكيها لكم فاصون معروفه. الحكايه تاع مملكه الحيوانات. قال لك كاين واحد الحمار تناقش مع النمر، حمار تناقش مع النمر، قال له لون تناقشوا على لون العشب، الحمار يقول له لون العشب ازرق والنمر يقول له اخضر. من بعد كي راهن الاسد باش يحكم بيناتهم، الاسد عاقب النمر وعطى الحق للحمار، والحمار راح فرحان وكامل عم بالو عنده الحق، والنمر زعف وقال الاسد، قال له ولا عاقبتني انا هو خليته هكذاك راح. قالوا الاسد عاقبتك على خاطرش تناقشت مع الحمار. هذه هي راكم تشوفوا. المهم هاي ليك قال له يعني باش تشوفوا بلي القصه هذه فاصون تاع بكري قصه طريفه، هي على كل حال عندها شحال من المعنى. المهم حبيباتي بهذه القصه هذه لازم ندو عبره. المهم اول خطوه للنجاح هو التخطيط، هذه الحاجه الاولى اللي نديروها. والفشل هو بدايه النجاح، باش تكوني على بالك. وحاولي دائما تلحقي للهدف تاعك، والهدف هذا اللي لازم تلحقي له لازم ما يكونش زائل، يفيدك في الدنيا والآخرة. كما لازم تاني تسندي نفسك بنفسك، يعني ما تستنيش الناس اللي تسندك ولا تعاونك، ولا هذه هي حبيبتي. خاطر الوقت هذا اللي رانا فيه صغار وين تلقاي واحد يعاونك، يعني باش تكوني دايرتها مليح في راسك. انسان يتوكل على ربي ويصلي صلاته ويدعي ربي سبحانه، واذا كانت هذيك الحاجه مليحه لك راكي تمشي فيها وربي يبارك لك فيها، اذا ما كانتش مليحه لك وتشوفي تلقاي عراقيل اللي ما يخلوكش تزيدي تكملي. وما نشوفوش بيان سور ثاني للناس السلبيين هادو اللي يحبوا يحطموا الواحد اللي يحب يطلع ويحب يغير من حياته. خاطش كاين ناس فارغه شغل قاعده برك هكذاك تجوز في وقتها
ما على بالكمش ميم با كيما يقول لك هذه تواصل اجتماعي، هذا ما على بالناش ميم با شكون هذا اللي كومونتي اسكو نورمال ماشي نورمال. الو ماشي كل واحد نديروا له قيمه. الو واش نقول لكم حبيباتي، ما تنساونيش بجام واشتراك، ونقول لكم مع السلامه يا اعز واغلى حبيبات. سلام.